هلو يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. الموضوع بتاعي النهارده عن الصداقة. آم، يعني الصداقة ديت هي مش مجرد صورة، مش مجرد ضحكة، مش مجرد شات على الواتساب. لا، الصداقة معناها اكتر من كده بكتير جدا. آه، الصداقة هي النص التاني، يعني هو فعلا بتبقى النص التاني. فهي مش مجرد كلمة، ومش مجرد ضحكة، مش مجرد صورة، مش عدد. الصداقة مش بالعدد. يعني أنا مثلا ممكن أكون عارفة 50 حد، بس هم مش أصدقائي. أنا عارفاهم، معرفتي بيهم معرفة خير بس فقط لا غير. نتكلم، نهزر، نسلم على بعض، ممكن نحكي موقف عادي، لكن مش يتحطوا تحت بند الأصدقاء. الصداقة بالنسبة لي هي كأنها أختي اللي مامتي ما جابتهاش. الصداقة ديت معناها كبير جدا جدا. الصداقة ان انا يوم لما يحصل لي حاجة انا هجري عليكي، انتي اول واحدة هتيجي في بالي. هجري عليكي علشان احكي لك، سواء كانت حلوة او وحشة. فمش الصداقة ان انا احكي الوحش بس، او ان انا احكي الحاجات اللي هي مش كويسة. لا، الصداقة ان انا هشاركك كل حاجة تخصني، مع ان المفروض ان بيبقى فيه ليميت في الموضوع دوت، علشان بيقال ان هي ممكن تجيب مشاكل. بس انا بالنسبة لي لا، انا لو في موقف حلو هقوله، هجري عليكي انتي اول واحدة هحكيهولك. لو في حاجة وحشة برضو انتي اول واحدة هحكيهولك. الصداقة مش مجرد ما يحصل موقف خلاص كل واحد يلا باي. لا، دي مش صداقة، دي كانت معرفة وراحت لحالها. لكن الصداقة او الحب اللي بجد، سواء كان في الصداقة او غير الصداقة، هو انك انت تتمسك باللي قدامك لأقصى الحدود. مش معناها ان ما بيحصلش مشاكل او مش بيحصل خلافات، لا. بس الصداقة هو ان انا ازاي ابقى عليك، وازاي ان انا احافظ على علاقتنا ديت. ومش معنى ان انا اعمل كده معناها ان انا ما عنديش شخصية، او ما عنديش كرامة، او ما عنديش، لا. آم، اللي انا بقوله ده حاجة اصلا مش موجودة في كل الناس. يعني اغلب الناس التكبر، التعالي، الغرور، الانا، كل حاجة دي حاجة مش حلوة. دي حاجة مش كويسة. مش حاجة كويسة ان انا الناس كلها تبقى عارفة عني مثلا ان انا قلبي اسود، او ان انا ببيع، او ان انا ما ببقاش على حد. لا، يا بخت من كان لين، لين وهين. فاكيد طبعا بيمر علينا ناس كتيره جدا في حياتنا. مش كل واحد شخصيته زي التانية. اكيد مش كل واحد شخصيته. مش معنى ان انا مثلا هبقى عليكي، او هبقى بدور ان انا ازاي احافظ عليكي، ده مش معناها مثلا ان انا ما عنديش كرامه، او ده مش معناها ان انا عندي كرامه. لا، هي بتبقى حسب الشخصيه. يعني انا مثلا واحده بتعصب بسرعه، ماشي، بس ببقى على اللي قدامي. بعند بس برضو ببقى على اللي قدامي. فهي مش بنتكلم عليها انت دبانه غلسه، مش بنتكلم عليها كشخصيات، مش كشخصيه. انت فيكي مثلا الانانيه، او فيكي التكبر، او فيكي الغرور. كل واحد فيه عيب. وزي ما بيتقال كده بالبلدي او باللغه بتاعتنا، صاحبك على عيبه. يعني انا مثلا ليا واحده صاحبتي، هي شايفه ان في حاجات هي ما ينفعش انها تحكيها لي، خلاص هي حره. بس ده مش معناها ان انا ابادلها نفس الكلام، او انا كده، او انا مثلا بتكلم عليا انا. مش ده معناه ان انا ابادلك. مش عشان انت ما حكيتليش انا كمان مش هحكي لك، لا، يبقى احنا كده مش اصحاب. انت ممكن تكوني مثلا فيكي صفه او خصله انك انت مثلا ما بتحبيش تعرفي اللي قدامك عن كل حاجه تخصك، ماشي. انا قابله بيكي كده، بس ده مش معناها ان انا ابقى كده. مع ان انا لو اللي قدامي كده انا مش هعرفه تاني الصراحه. يعني انا ما بقدرش اتعامل مع حد خواف، وما بقدرش اتعامل مع حد جبان او بيخاف. لا، ديت بالنسبه لي انا مش صداقه. بس دوت بيحصل، يعني انا بيحصل قدامي في ناس كده. وصاحبك برضو على عيبه. انا احب ان صاحبتي يوم ما يحصل لك حاجه تيجي تقولي لي انا، يوم ما تقعي في مشكله برضو تيجي تقولي لي انا، ويوم ما يحصل لك حاجه حلوه برضو تيجي تقولي لي انا. ده مش معناه ان احنا هنتخانق، مش هنتخانق، او مش هنختلف، او مش هنشد مع بعض، لا. كل الناس في الحياة بتتخانق، مفيش حد ما بيتخانقش، مفيش حد ما بيزعلش. بس كل واحد ليه ليميت. انا بتخانق معاكي، بس انا مستحيل ان انا استغنى عنك، مستحيل ان انا ابعد عنك مهما كانت الظروف. حتى لو انتي بعدتي انا هدور وهلف وهحاول ان انا ارجعك.
لكن ده مش معناه ان يعني لو يعني برضو كل حاجه بيبقى ليها ايه اول وليها اخر، بس في المجمل ان انا هحافظ عليكي لان انتي حبيبتي، يعني انتي حبيبتي. انا كندا ملياش اصحاب كتيره، ممكن اكون عارفه ناس كتيره جدا جدا في حياتي، لكن انا ممكن يكون بس انا عندي 3 اصحابي هم دول اللي فعلا انا روحي فيهم، انا روحي بحبهم 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 من كل قلبي، بحب ان انا اقعد اتكلم معاهم واهزر واضحك. لما بيحصل لي حاجه بعيط وانا بكلمهم، حاسه ان هم دول ملجئي. يعني في حاجات انا ما ينفعش اروح اقولها لمامتي، في حاجات ما ينفعش اروح اقولها لجوزي، طبعا في حاجات ما ينفعش اقولها لاختي، فانتي ملجئي. فنحافظ على بعض، نحافظ على الصداقه اللي ما بيننا، لان الصداقه ديت شيء عظيم وكنز كبير جدا جدا، ما يقدروش الا اللي مثلا معاه صاحبه من سنين عمر، فساعتها هيبقى عارف انا اقصد ايه. حافظوا على بعض، ويا ريت نحافظ على بعض، نحافظ على صداقتنا وحبنا وكل حاجه حلوه ما بيننا. ما نبعدش، ما نختلفش دايما على طول على الفاضيه وعلى المليانه، حتى لو بعدنا نرجع تاني، لان انا ماليش الا انتي وانتي مالكيش الا انا. بس ده كان الفيديو اللي انا عايزه اعمله او اقوله. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، وباي باي.